من أهم المراحل عندنا مرحلة تقطيع القطاع، اللي بيتم تقطيع القطاع فيها على درجة 45 درجة، وتجهيز المراحل اللي بعدها مع مرحلة أخرى مراحل التصنيع، وهي مرحلة تفريز القطاعات. بنستخدم بفضل الله المعدات الحديثة عشان نقدر نفرّز القطاعات بشكل محترم واحترافي يمُرضي للعميل بتاعنا. بنفرّز المقابض بتاعتنا سواء المقبض البارز أو المقبض الغاطس. عملية التسليح ودي من العمليات المهمة جدًا، جدًا للقطاع. بنقطّع فيها الحديد بشكل يتناسب مع طول القطاع بالكامل، وبيتم تسليح القطاع بيها وتدعيمه عشان يدّيني صلابة إضافية، وكذلك لمّا آجي أربط المسامير في القطاع أو أثبّت القطاع على الحائط، يبقى في حديد تسليح أنا أقدر أشتغل بيه وماسك في القطاع بشكل كويس جدًا. مع مرحلة أخرى أيضًا من مراحل التصنيع، وأهم المراحل اللي بتميّز مجال الUPT عمومًا، هي مرحلة اللحام. مرحلة اللحام مهمة جدًا، لإن إحنا من خلال مرحلة اللحام باقدر أجمّع الزوايا ال4 في الشباك بتاعي، سواء الحلوق أو الضلف أو ما إلى ذلك. باخد فريم ملحوم بالكامل قطعة واحدة، باخد منه أعلى درجة عزل، وده من أهم مميزات الPVC. طبعًا بفضل الله بنهتم في إتقان فيما يخص المعدات، بنحاول نستخدم أعلى المعدات بفضل الله كما هو موضح بالفيديو. مع قسم مهم وجديد معانا هو قسم الإكسسوارات. قسم الإكسسوارات اللي بيتم فيه تركيب جميع أنواع الإكسسوار، سواء الإكسسوارات الخاصة بالنظام الموصلي أو نظام الجرار، زي ما إحنا شايفين تركيب المفصلة. طبعًا نقطة مهمة جدًا بنركز عليها في إتقان، وهو استخدام إكسسوارات كلها بتكون تركية مستوردة، من أفضل أنواع الإكسسوارات اللي بيتم استخدامها في السوق المصري، لأن الإكسسوار في النهاية هو روح القطاع، هو اللي العميل دايمًا بيستخدمه. ركبنا المفصلة بتاعتنا نقدر بقى بعد كده نركب اللي بنسميها إحنا السبليونة أو نظام الفتح والغلق، والمقبض بتاعنا اللي بنفتح ونقفل بيه حسب التشغيل بتاعه. مع مرحلة جديدة وأخرى من مراحل التصنيع، وهي مرحلة الباكيتة وتسقيط الإزاز، واللي بنشتغل فيها بكل دقة عشان نطلّع شكل وfinish احترافي. فكرة إن أنا باركّب الباكيتة بتاعتي بزاوية 45 في جميع الأطراف، باسقّط الإزاز بتاعي، باتأكد إن كل حاجة في مسارها الصحيح بfinish محترم وجودة محترمة. مع فريق عمل محترم وعمل جماعي نقدر نطلّع شباك محترم نقدّمه للعميل بتاعنا. مع قسم مهم من أقسام الشغل عندنا وبنعتبرها مرحلة مميزة بفضل الله بنتميز بيها عن كتير من مصانع الABP، وهي مرحلة التعبئة والتغليف أو الpackaging عندنا، واللي بنهتم فيها دايمًا إن أنا أطلّع للعميل الشغل بتاعه بفضل الله في أفضل صورة ممكنة، ونحافظ عليها أثناء مرحلة التشوين والتحميل بفضل الله. ودي مرحلة مهمة من مراحل الجودة زي ما قُلنا. وتابعونا أكتر الفترة الجاية عشان تعرفوا أكتر عن تفاصيل شبابيك وأبواب الABC والديكور. السلام عليكم.